طبعا في حادثة جديدة حصلت قبل أسبوع في مدينة عزاز. ضبط الأمن العام حالة سرقة قام فيها بعض الأطفال كمؤشر يعني خطير على تأثر الأطفال في طبعا بعد المتابعة والسؤال عنهم. يعني كانوا متأثرين بحالات مقاطع فيديو وحالات يعني غير موجودة في مناطقنا. طفل من الأطفال يعني هو متفوق كان بدراسته للأسف، تأثر بأطفال موجودين عم يمارسوا هاي الحالات ومتأثرين أيضا بمقاطع فيديو. هذا الشيء يعني يفترض منا أنه نقوم بمراقبة الأطفال بشكل أفضل في المنازل في مكان العمل لمنع انتشار هذه الحالة في مناطقنا. نحرص جدا على أنه الأهالي يقوموا بمراقبة سلوك أطفالهم، المعلمين يراقبوا سلوك الأطفال أيضا في المدارس لمنع انتشار يعني أي فكر يعني من هذا القبيل في المجتمع. يعطيك العافية أخي مصطفى. طبعا قبل أسبوع تقريبا حدثت معكم حادثة وهي فقدان مبلغ يعني مالي من السيارة، فتحكي لنا عن الحادثة وإيش الإجراءات اللي قمت فيها لاستعادة المبلغ. أهلين أخي حياك الله. والله بتاريخ 15 شهر أنا صفيت سيارتي الساعة 10 بالليل، عندي زيارة لأخي كان مريض، وطلعت تقريبا شي ساعة ونص بركت عنده. نزلت على السيارة طلعت مفتوح التابلو وما مسكر. عرفت انه صار كنت حاطط مبلغ $5400 بكتاب السيارة، فقدت المبلغ. فورا عرفت انه سرقة، يعني عملية سرقة. توجهت لمركز الأمن العام وبلغت عن المبلغ، عن السرقة اللي صارت، وقالوا لي انت تفضل روح على بيتك ونحن نقوم بإجراءاتنا. وبناء على تتبع الكاميرات نقول اللي سرق المبلغ. خلال 12 ساعة خبروني الحمد لله رب العالمين، واستعدت المبلغ. ومشكورين جهاز الأمن العام بشكل عام على الخدمة السريعة هي اللي يعني رجعوا لي مصرياتي، وهو المبلغ $5400 كامل الحمد لله رب العالمين. هلا يعني كشوف الأمن العام بينت إنه قاموا بالعمل هن أطفال، فمن موقعك هون ليش بتحب توجه رسالة للأهالي بخصوص يعني الأطفال والتعامل مع الأطفال، يعني خصوصا هلا حاليا يعني عم نشهد يعني تأثر الأطفال ممكن نقول بالريلز والمقاطع الفيديو بالحالات اللي عم يشوفوها بالخارج، مش بتحب توجه رسالة للأهالي؟ أنا بتمنى إنه الأهالي تتابع أطفالها وبتراقبها وبتراقب الصحبة اللي عم يرافقوها، لأنه هالشغلات اللي عم تكتر عم تصير أكثر شيء عن طريق الأطفال. يعني إنه السرقة من السيارات مشكلة، وهي عم يكون فيها الأطفال صار أكثر من الكبار. بتمنى من الأهالي مراقبة الطفل، محاسبته على كل ليرة في جيبه، محاسبته مين الصديق اللي معه، هذا أهم شيء. وبتمنى أي شغلة يعني يصير يتوجهوا لجهاز الأمن العام، لأنه مشكورين فعلا يعني بهالسرعة هي، وهيك مبلغ إنه الحمد لله استردوا، وهي شغلة يشكرون عليها جميع الأطراف. والله يعطيكم العافية.